تعرف ان برامج الكوره مدتها 84 ساعه على ماتشين مدتهم 3 ساعات بس؟ لو ما تعرفش تعال اقول لك. كلام كربون بس في الجون. النهارده عامل الاجتماع ده عشان نشوف هنعمل ايه الفترة الجاية، لأن زي ما انتوا عارفين احنا سلطات كتير بس مفيش كفتة. انا عندي فكره لعبه حلوه قوي، ذا بيست، ودي بقى بنجيب فيها. شكرا أستاذ مهيب. حد عنده حاجة تانية؟ انا معاك يا ابراهيم في اي حاجه هتقولها، كده كده برافو عليك. الكاتب راين هوليداي في كتابه تراست مي اي ام لاين بيشرح حاجه اسمها اباحيه الغضب، ودي ان الاعلام بيبعد عن المشاكل الحقيقيه وبيدور على حاجه اللي تستفز الجمهور وتخليهم متعصبين علشان يطلع ترند، وده اللي بيخليه يعرف يعمل 12 ساعه برامج رياضيه في اليوم، يعني 84 ساعه في الاسبوع على ماتشين مدتهم 3 ساعات بس. بدل ما يقول لك ازاي نصلح ارضيه الملاعب هيقول لك مين احسن، زيزو ولا امام. بدل ما يقول لك ازاي نراجع الجمهور هيقلبها خناقه ويقول لك مين نادي القرن. هينتقد صلاح ومرموش بس مش هيقول لك ازاي تعمل 100 صلاح ومرموش. الخلاصه ان الاعلام بيعمل مع الجمهور زي المقوله دي: يستفزونك ويخرجون أسوأ ما فيك ثم يقولون هذا أنت. لا يا عزيزي، هذا ليس أنا بل ما تريد أنت.